قبل ما أبدأ خليني أقول لكم حاجة مهمة جدا. التعلق مش عند البنات بس ولا عند الرجالة بس. الاتنين بيتعلقوا والاتنين بيتوجعوا والاتنين ممكن يعيشوا كل حياتهم في ضياع وهم فاكرين ان ده حب. وعشان كده هحكي لكم قصتين، قصة بنت وقصة شاب، ولو ركزتوا شوية هتشوفوا نفسكم في واحدة منهم. قصة البنت، كان في بنت أعرفها كانت شايفة إن الشاب اللي معاها هو كل حياتها. تصحى من النوم تمسك الموبايل، هو كلمني ولا ما كلمنيش؟ طب هو رد عليا ولا ما ردش؟ طب هو شاف الأسطوري؟ طب هو ليه اتأخر عليا؟ طب هو ليه ما كلمنيش؟ طب هو ليه لما خرج ما قاليش؟ وتفضل في تساؤلات طول النهار وطول الليل ويوميا على كده، مش وراها حاجة غيره هو وبس. كانت بتتوجع من أقل حاجة، ولو سكت شوية عنها أو بعد شوية تحس إنه خلاص مش عايزها، ولو اتأخر عليها دموعها تنزل قبل ما تفهم ليه سبب التأخير. وفي يوم العلاقة انتهت، خلصت خلاص، فشكل، وهي اتكسرت، بس عشان حب كبير انهار، لكن علشان عاملة حياتها كلها عليه وكانت ناسية نفسها. نرجع لقصة الشاب. كان دايما بيقول أنا تمام، مفيش حاجة بتأثر فيا، بس الحقيقة كان متعلق جدا ببنت. كان بيقول لو يوم ما كلمتنيش بحس إن في حاجة ناقصاني، ولو شافها أونلاين وما ردتش عليه يتوتر ويخاف، ولو خرجت مع صحباتها يتضايق، ولو في مرة اتغيرت عليه يفضل طول النهار وطول الليل يفكر فيها. وكالعادة العلاقة انتهت بالفشل. اتغير واتقفل واتوجع وجع محدش شافه. الاتنين، البنت والشاب، كانوا فاكرين ان ده حب حقيقي. هما كانوا فاكرين كده، بس الحقيقة اللي هتصدم ناس كتيرة ان ده كان تعلق، والتعلق غير الحب تماما. طب واحدة فيكم او واحد فيكم هيقول لي يا مها، طب هو ايه التعلق اللي انت عمالة تتكلمي عليه ده؟ يعني ايه اصلا تعلق؟ تعالوا نعرف يعني ايه تعلق. التعلق يعني انا رابطة سعادتي وراحتي وحياتي كلها بهذا الشخص. يعني انت رابط سعادتك وراحة بالك ونجاحك وطموحاتك في الشخصية دي. التعلق يعني انا مش شايف نفسي من غيره، انا مش شايف نفسي من غيرك. غيابك يوقفني، واهمالك يكسرني، وكلمة صغيرة منك تتحكم في يومي كله. التعلق يخليك عايش على اهتمام منه هو وبس، وتتأذي من أقل تغيير. هو ده التعلق بكل بساطة، بتعلق حياتك وسعادتك في الشخص اللي بتحبه، اللي انت فاكر انك بتحبه. طب ماشي، تعالوا اقول لكم يعني ايه حب. الحب حاجة تانية خالص. الحب بيهدي، الحب بيطمن، الحب يكبر الاتنين مش يصغرهم، مش يخلي واحد فوق وواحد تحت. الحب توازن. الحب يخليك تكون نفسك مش نسخة ضعيفة منها. الحب أمان.
اللي بيحبك عمره ما هيخليك خايف، عمره ما هيحسسك بالخوف، عمره ما هيسيبك قلقان ومتوتر. كل اللي انت فيه او كل اللي انت فيه من الخوف ومن القلق ومن التوتر، انك خايفة من بكرة، خايفة من المستقبل، خايفة يسيبك، خايفة يبعد عنك، خايفة يتغير عليكي. ده عمره ما كان حب، ده تعلق. اما الحب في امان وفي سكينة وفي مودة ورحمة. طب يا مها، فرقينا بين الحب والتعلق. الحب بمنتهى الوضوح هفرقه في عدة مواقف. هنيجي مثلا على أول موقف، وهو في وقت الخصام. في وقت الخصام المتعلق بينهار وبيخاف وبيتوتر. ليه؟ لأنه ما عندوش أمان، مش حاسس أصلا بالأمان في العلاقة دي. علاقة تعلق. تعال بقى عند اللي بيحب، تعال عند الحب الحقيقي. في وقت الخصام أيوة في زعل، أنا زعلانة، ما احنا بني آدمين كلنا بنزعل. أنا زعلانة ولكن مفيش خوف، مش خايفة، أنا مطمنة، أنا واثقة في نفسي، أنا عارفة إن هو هيرجع لي وهيصالحني. مش قاعدة متوترة وقلقانة وخايفة لحسن يبعد عني. هو ده الحب. أنا زعلانة ولكن مش خايفة. طب نيجي في وقت الغياب. في وقت الغياب المتعلق الدنيا بتقف، خلاص الدنيا وقفت عنده كده. أنا مش هعمل حاجة ولا هتحرك ولا هحس بالدنيا ولا إلا لما يظهر قدامي. هو غايب ليه؟ وتفضل طول النهار وطول الليل وهي حاسة بألم وبوجع وانكسار من غيابه، وهو أيضا يفضل منهار، هي ليه غابت عني. طب تعالوا بقى في الحب الحقيقي. في وقت الغياب الدنيا بتمشي عادي، حتى لو في وجع بسيط. ما هو لازم تتوجع طبعا، او لازم يتوجع، وإلا لازم ما كانش يبقى في حب. حتى لو في وجع بسيط الدنيا بتمشي، وبيقف على رجله تاني، وهي بتقف على رجلها تاني وبتفوق لنفسها. عادي، الدنيا ما وقفتش على حد. نيجي في وقت الاهتمام. وقت الاهتمام المتعلق لازم تبقى معاه طول الوقت. انا ماليش دعوة، انت معايا كل شوية. تكون لسه مكلمك من 10 دقايق ترن عليك تاني، وانت فين وكلت ايه وشربت ايه ونمت امتى وصحيت امتى انت هي اصلا لو تطول انك ما تنامش عشان هي تفضل مهتمية بيك هتعمل كده. وايضا برضك انا كلامي سواء رجل او امرأة، والرجل برضو يفضل كده مهتم بيها طول الوقت وطول النهار، ولو يقدر ما ينامش عشان يفضل مهتم بيها هيعمل كده. الحب بالنسبة للاهتمام بيبقى اهتمام طبيعي من غير سيطرة. هسيبه يهتم بيا عادي، مش هسيطر عليه. مش هيطلب من حبيبه ان هو يهتم بيه 24 ساعة. لا، اهتمام طبيعي بمزاجه هو، بشخصيته هو، بمعرفته هو، عن طريق الحب الاهتمام. طيب هنيجي في وقت لنفسك. المتعلق هو عايش ليه هو وبس. انا مش عايش لنفسي. ما بيحبش نفسه اصلا. هو مش عارف، على فكرة هو مش عارف ان هو ما بيحبش نفسه. هو فاكر ان انا لما احبه هو اكتر من نفسي انا كده بديله كل الحب وكل الاهتمام وكل حاجة. هو ما هقول لكم بقى على سر، انتوا ما تعرفوش اصلا. لو انتوا عملتوا كده وحبيتوه هو اكتر من نفسكم او تعلقتوا بيه هو اكتر من نفسكم، انه مستحيل يحبكم.
مستحيل أصلا يقرب منكم، ومستحيل العلاقة تنجح. العلاقة هتفشل 1,000,000% هتفشل، حتى لو متجوزين هتفشل، هتبقوا قاعدين فاشلين، مش مرتاحين. التعلق شيء مؤذي. ازاي اصلا انا احبه اكتر من نفسي؟ طبيعي، طبيعي جدا انت ما بتحبش نفسك، ازاي انا اطلب من التاني يحبني؟ صعب جدا. اقعد كده مع نفسك، او اقعد انت كده مع نفسك. هو انا ما بحبش نفسي، ازاي اطلب من غيري يحبني؟ هو انا ما بهتمش بنفسي، ازاي استنى غيري يهتم بيا؟ طبيعي جدا. مش هتلاقي حد يهتم بيكي، مش هتلاقي حد يحبك. ما انت اصلا مش مهتمية بنفسك ولا بتحب نفسك، يبقى هو هيسلى عليكي شوية ويسيبك. وانت كمان، انت ما بتحبش نفسك. انا عارفة انك مش عارف انك ما بتحبش نفسك، بس لو قعدت مع نفسك وراجعت نفسك هتلاقي نفسك ما بتحبش نفسك. هتلاقي نفسك مدي كل اهتمامك وكل حياتك كله للشخص ده بس، مش باصص لنفسك ولا باصص لحياتك. انت باصص على حياة الشخص ده وبس، وقفت حياتك على الشخص ده وبس. اما الحب الحقيقي، انت بتحب نفسك وبتحبه هو، وعايش مع نفسك وعايش معاه في توازن، في مودة وفي رحمة وفي خد وهات. ما ينفعش يا جماعة ان انا ادي 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 من غير ما اخد. اما انا اقعد اديك في اهتمام وفي حب، ما هو ده المتعلق بقى بيعمل كده، بيفضل يقعد يهتم بيه ويفضل يحبه هو، وهو كل حاجة في حياته، وهو. انا عمالة معلش كده انفخ، عارفين البالونة؟ عمالة انفخ في البالونة، وفي الاخر البالونة هتطق، هو اصلا هيخلع مني وهيهرب ومش هيبقى عارف ايه السبب. ان شاء الله باذن الله في الحلقات الجاية هعرفكم السبب، بس مؤقتا خليكم عارفين ان انت لو محبتش نفسك مش هتلاقي اللي يحبك. الحب الحقيقي يكون فيه توازن، تحب نفسك وتحبه. طب تعالوا بقى عند الجزء المهم جدا، وهو العشق. يا سلام بقى على العشق، وأشعار بقى وكلام ايه. بس أنا هقول لكم في جملتين بسيطة. العشق نوعين، في عشق جميل وحلو صحي، وفي عشق موجوع. العشق الجميل الحلو اللي هو أصلا صحي، ده حب، احترام، شغف، في حاجة كده يعني ايه. ايوه، هو في شغف وفي حاجات يعني، مشاعر حلوة، مش مشاعر كلها خوف وقلق وتوتر، لا، مشاعر حب واحترام وفي تبادل وفي توازن في الحب. هو ده الحب الحقيقي، الحب اللي هو بيكملك مش بياخد منك. مش الشخص بيحبك يفضل ياخد. ما هو لما انت تقعد تهتم بيه وتديله، هو بياخد منك، بيمتص فيك، وانت بتفضى، انت بتتعب. خد بالك الألم، انا حاسة بيك والله وحاسة بيكي. ألم التعلق ده يعني وجع وحش جدا جدا جدا، انا حاسة بيكم. عشان كده انا بقول لكم، في منكم قاعد دلوقتي وحاسس بالكلام اللي انا بقوله، وعايش الكلام اللي انا بقوله، سواء عايش دلوقتي او عاش قبل كده او هيعيش. خليكم واعيين. الحب الحقيقي، الحب الصحي، فيه احترام وفيه شغف وفيه تبادل وفيه خد وهات. اما العشق الموجوع فيه تعلق، والتعلق ده بيندرج تحتيه حاجات كتيرة قوي. تحتيه خوف، خايف، تحتيه توتر، تحتيه عدم الأمان. يا جماعة، اللي بيحب حد بيحسسه بالأمان. طول ما انت مش حاسس بالأمان، ده مش حب، ده تعلق. طب في حد فيكم هيقول لي ليه التعلق بيبقى قوي 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 قوي؟ يعني ايه قوي؟ اقول لكم بكل بساطة، لان التعلق صوته عالي قوي،
صوته عالي قوي. يعني ايه يا مها صوته عالي قوي؟ فهمينا بقى. طب ماشي هفهمكم. عارفين لما الواحد يشوف الواحدة او الواحدة تشوف حبيبها، يعني زي ما انتوا بتقولوا سواء رجل او امرأة، وقلبه يقعد يدق بسرعة بسرعة، يدق 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 يدق. عارفين بقى الدقة دي؟ ده مش حب. عارفين التوتر اللي بيحصل ده؟ ده مش حب للأسف. أنا عارفة انتوا كلكم كده ايه يعني بس ده للأسف بيخليكم فاكرين ان ده حب كبير قوي. وايه بقى؟ مفيش بعد كده، وعايشين بقى في قصص وروايات وحكايات وحب بقى حب. هو فاكر ان هو حب كبير، حب حياته. ما يعرفش ان هو، اقول لكم بقى الصدمة، ان دق القلب بسرعة والتوتر ده خوف. اه والله خوف. انا عارفة انكم ممكن تقعدوا مذهولين دلوقتي، وفي منكم مش هيقتنع بكلامي، بس بكرة هيقتنع بكلامي لما العلاقة تتفشكل. خليكم فاكرين الكلام ده كويس. ده خوف، والخوف بيبقى ليه عدة أسباب، وإن شاء الله بإذن الله أنا معاكم، وواحدة واحدة هتعرفوا أسباب الخوف ده إيه. ده مش حب خالص، ده تعلق. طب يا مها، إحنا عايزين تقوليلنا كده بقى اختصار كده بقى علامات تدل العلاقة اللي أنا فيها ديت علاقة حب ولا علاقة تعلق. بس أنا عايزة أقول لكم نقطة قبل ما أبدأ معاكم. أنا بتكلم العلاقة أيا كانت، ناس متجوزة، ناس مخطوبة، ناس لسه في مشروع الخطوبة، في مشروع الجواز لسه. أنا ما بتكلمش بقى على حرام ولا حلال، ولا ينفع أصلا تحبها قبل ما تتجوز ولا ما ينفعش. الكلام ده كله أنا مش بتكلم فيه. أنا بكلمكم على أرض الواقع، على الحاجات اللي هي بتحصل أصلا وعايشة بينا، يعني حاجات حاصلة وبتحصل وهتفضل تحصل. في علامات في العلاقة بتقولك انت متعلق مش بتحب. ايه العلامات دي؟ اول علامة واهم علامة انك بتراقب الشخص طول الوقت. انت لو تطول ما تنامش اصلا عشان تراقبه هتعمل كده، ولكن طبعا لازم تنام عشان تعرف تصحى تاني يوم تعرف تراقبه. انتوا عارفين طبعا المراقبة يعني لها عدة طرق. ابسط طريقة تفضل ماسكه الموبايل طول النهار. هو رن عليا؟ لا ما رنش عليا. هو رد عليا؟ لا ما ردش عليا. هو خرج؟ هو نام؟ هو صحي؟ هو كل؟ هو شرب؟ ايه. وهو التاني يفضل ماسك الموبايل. انا ليه بتكلم عن الموبايل؟ لان الموبايل دلوقتي اسرع وسيله مراقبه. فبيراقبها بقى، هي اونلاين مش اونلاين، هي ردت ما ردتش، هي كلت ما كلتش، هي مشيت هي خرجت ويفضل بقى ايه طول الوقت بيراقبها. ده مش حب، ده تعلق وامتلاك اصلا. انت ماسكه فيه، انت عايزاه هو ليكي، بس انت ممتلكه فيه. وهو برضك التاني لما يتعلق بواحده هو امتلكها، فاكرها ان هي خلاص ما ينفعش ان هي تتنفس من غيره. وده مش صح، ده تعلق مش حب. تاني حاجه، بتخاف من تغييره. بتبقى خايفه لحسن يتغير عليها، خايفه لحسن يشوف واحده غيرها ويكلمها، خايفه لحسن يميل لحد غيرها. ما هي مش واثقه في نفسها، ما هي اصلا مش بتحب نفسها، هي اصلا ناسيه نفسها بسببه. هي نسيت نفسها ومدياله كل الاهتمام، بس هي ما تعرفش ان ده غلط. ده اكبر عائق بينه وبينها، ان هي كده كده اصلا بتبعده عنها. وهقول لكم ليه بعد كده. وهو التاني خايف لحسن تتغير عليه. لو خرجت، طب لو شافت حد، طب لو كلمت حد، طب لو حد كلمها، لو خايف لحسن تسيبه، وهي خايفة لحسن يسيبها. وقبل وزي ما قلت لكم، الحب مفيش خوف، في امان وفي اطمئنان. بتتعلق، تالت حاجة بتتعلق بأي اهتمام. يعني انت لو قلت لها كلمة حلوة هي اتعلقت بيك على طول. ما هي مش شبعانة، هي مش مشبعة نفسها اصلا.
فأي كلمة حلوة تسمعها خلاص أنا اتعلقت بيه، لا بيحبني، بيعشقني، مع إنه أصلا بتتعذب منه وبتعيط ليل ونهار، ولكن لو جه في آخر اليوم قال لها كلمة حلوة خلاص، انت هنا وانت هناك وانت يا جماعة، انا والله انا حاسة بيكم ومش بقل من مشاعركم، ولكن هو ده اللي بيحصل في الارض الواقع. بيبقى مش سائل فيكي وانت عمالة تتعذبي يا عيني وانت مش حاسة بالامان معاه، ولكن مجرد ما يقولك كلمة خلاص، لا هو كده مهتم بيا وكده بيحبني وكده مش عارفة ايه. وانت التاني بتحسي انك مش كفاية، يعني دايما مقللة من نفسك، زي ما قلت لكم كده دايما خايفة لحسن يتغير عليكي، ما انت مش حاسة ان انت مش مكفياه، وانت التاني برضو حاسس ان انت مش مكفيها، عشان كده خايف ان هي تتغير عليك. بتضحي بنفسك عشانها، انت ممكن اصلا تنسى نفسك وما تاكلش ولا تشرب عشانها هي، عشان تسأل عليها هي، عشان تهتم بيها هي، عشان وهي التانية ممكن تضحي بنفسها عشانك وناسية نفسها، ممكن تحط نفسها اخر حاجة، ما بتهتمش اصلا بنفسها، يعني اصلا هي مش شايفة نفسها وشايفاك انت، وده غلط، ده اكبر عائق، ده اكبر سبب يخلي العلاقة تفشل. واخر حاجة، حياتك بقت حواليه هو وبس، مش حواليكي انت مش باصة في حياتك، ولا باصة في دراستك، ولا باصة في اهلك، ولا باصة في صحابك، وانت مش باصة على نفسك، انت مش شايفة الناس اللي حواليكي، انت شايفاه هو وبس، وشايفة اللي حواليه وبس، انت عايزة تحوطيه كده، لو تطولي كده تحوطيه بجناحك هتحوطيه، وانت التاني مش شايف حياتك ومش شايف حواليك وشايفها هي وبس. عايزة اقول لكم، لو انت او انت دلوقتي حسيت انك في علاقة فعلا فيها تعلق بعد الكلام اللي انا قلته، ما تقلقش وما تقلقيش، اطمنوا، في حلول وفي طرق عملية وفي مشوار جميل جدا ممكن نعديه سوا مع بعض. مفيش حد بيفوق من التعلق ويتساب لوحده، انت مش مرة واحدة كده هتقولي ايه لا خلاص العلاقة دي فيها تعلق، ما انت هتعملي ايه؟ انت كده كده اصلا العلاقة اللي انت فيها منهارة وخايفة ومتدمرة وحزينة، ولو سبتيها دلوقتي هتبقي برضك خايفة ومتدمرة وحزينة، ونفسك في كل الأحوال متدمرة وحزينة وانت التاني. فأنا مش بقول الكلام ده عشان تجري تسيب العلاقة، لا العلاقة دي فيها تعلق أنا هسيبها، وانت كمان لا العلاقة دي فيها تعلق أنا هسيبها. طبعا انتوا مش هتعرفوا تسيبوها لأنكم انتوا متعلقين، ومش هتعرفوا تسيبوها أو مش هتعرفوا تمر بيها بسلام إلا لما تفهموا فعلا يعني ايه تعلق، وتفهموا ازاي أنا أتحرر من التعلق ده، هو ليه حلول وليه خطوات عملية بتعملوها. أنا معاكم خطوة بخطوة بإذن الله تعالى، بس عرفوني في التعليقات على الأقل لو عايزيني أكمل الحلقات بخصوص التعلق واشرح لكم الطرق كاملة، علشان محدش يفضل تايه ويفهم، ومحدش يمر الرحلة دي لوحده، هي رحلة صعبة، هي أيام بتبقى صعبة فعلا، بس الجدع اللي هيقوم على رجله ويقف تاني، إن مش هيسيب جرح في قلبه. عايزة أقول لكم الخلاصة، الحب بيبنيك، أما التعلق بيهد. الحب بيطمن والتعلق بيخوف، الحب يخليك واقف وواثق من نفسك، والتعلق يخليك تايه ومكسور. اختاروا علاقة تكبركم مش علاقة تكسركم. وقبل ما أقفل معاكم خلوني أقول لكم حاجة من قلبي، لو انتوا بتسمعوا الكلام ده وحسيتوا ان الكلام ده لمسكم او كشف لكم جانب عمركم ما كنتوش واخدين بالكم منه، فده معناه انكم على باب وعي جديد وبدأتوا تفوقوا. التعلق مش عيب، والله ما في عيب خالص، العيب بس
إننا نفضل عايشين فيه ومش فاهمينه. ما انت لو فهمت التعلق وفهمت الحب كويس هتعرف تدخل في علاقة صحية. يعني صحية، علاقة تبنيك مش تكسرك زي ما قلت لكم. وأنا وعد مني كل خطوة هنمشيها هنا هتفهموا نفسكم أكتر، وهتحسوا بخفة جوه قلوبكم في المكان اللي كان فيه حمل تقيل عليكم. ولو حسيت أو حسيتي إن الكلام ده لمس قلبك، يمكن يكون طبطبة لغيرك. شارك الفيديو، شارك الحلقة للي انت حاسة انه محتاج يسمع الكلام ده، وانت كمان شارك الحلقة للي حاسس انه محتاج يسمع الكلام ده. واستنوني بإذن الله تعالى، لأن الجاي هيكمل الصورة وهيخليكم تشوفوا نفسكم بنور مختلف. وشكرا.